الجمال بألحان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها، نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر، زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا، بالحسن يبرق في حسن وإصرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا، بالحسن يبرق في حسن وإصرار. على جبين سعادتي وأفكاري، تجري الحروف بأشواق وأزدار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل، تروي الجمال بألحان وأطيار. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن في حلقة جديدة من برنامج وقفات مع كتب أهل العلم. فنتناول اليوم إن شاء الله كتابين جديدين قد نشرا، وهذين الكتابين هما في الحقيقة يعني شرحان للأربعين النووية. أولهما كتاب الفتح المبين لشرح الأربعين، وصاحب هذا التأليف هو الإمام ابن حجر الهيثمي بالتاء، حتى نفرق بين الهيثمي اللي هو من فقهاء الشافعية، فهذا من علم المؤتلف والمختلف ومتشابه الأسماء، وهو مبحث من مباحث علم مصطلح الحديث. ابن حجر الهيثمي رحمه الله هو من علماء الأمة، لكنه صوفي العقيدة، هو صوفي العقيدة. قد شرح رحمه الله هذا الكتاب شرحا يستفاد منه، ولا ينصح به طلبة العلم المبتدئين، بل ينصح به طلبة العلم المتقدمين في العلم، حتى يميزوا الغث من السمين. وكذلك عليه حاشية للعلامة المدابغي، وهو من علماء القرن الثاني عشر هجري. فهذا الكتاب في الحقيقة طبع في جزئين طباعة ونشرا جيدا، وهو من نشر دار الفيحاء. كذلك من الكتاب الثاني يتناول أيضا شرح الأربعين النووي، وهو لصاحبه ابن خفاجة الصفدي. فلا يخفى على طلاب العلم أن كثير من العلماء الذين شرحوا الأربعين النووية، مثل تلميذ الإمام النووي وهو ابن العطار، كذلك ابن رجب الحنبلي، كذلك شرح ابن الملقن الشافعي، وكذلك ابن جماعة الشافعي، وكذلك شرحه ابن فرحون الأندلسي المالكي، وشرحه أيضا ابن دقيق العيد. فهذان الشرحان في الحقيقة هما شرحان جيدان، وينصح بهما لطالب العلم، فلا يغني كتاب عن كتاب كما قال أهل العلم. وبالتالي نشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذين الكتابين، ونشكر كذلك صاحب هذه الدار، دار النشر دار الفيحاء، ومن حرص على بيعه أيضا. وبالتالي نستدعي الأستاذ محمد حتى يفيدنا بارك الله فيه مما فتح الله عليه به من العلم حول هذين الكتابين. تفضل أستاذ، أعطينا يعني لمحة بارك الله فيك على هذين الكتابين، يعني من ناحية الطبعة والنشر. حياكم الله يا أخي وبارك بكم. الكتابين هذول قوبلوا على نسخ خطية. بالنسبة لمنهاج السالكين كان كتاب يطبع لأول مرة مقابل على أصول خطية، كانت طبعة فاخرة وطبعة مميزة. والثاني كمان قوبل على 4 نسخ نفيسة، وحققه قربان داغستاني، فكان أجاد ووضع معه الحواشي بالنسبة للكتابين.
وطبع طبعة فاخرة في مطابع بيروت وجلد في بيروت. بارك الله بكم ونفع بكم يا شيخنا. جزاك الله خيرا، أحسنت.